السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المطبخ الفلسطيني مليء بالأكلات التراثية اللي لا زالت منتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي، والكل بيشهد بأناقة هالأكلات ولذاذتها صراحة. واليوم رح نعمل مع بعض أكلة من هالأكلات واللي هي المفتول. بداية أنا عندي مفتول رح أعمله، جبته جاهز، يعني ما أنا رح أصنعه في البيت، ممكن يتصنع في البيت بس أنا رح أجيبه جاهز. هون بالبداية أنا رح أستخدم تقريبا يعني أكثر من نص كيلو بصل. استخدمت قلبتها شوي بزيت الزيتون، ضروري نستخدم زيت الزيتون بهالوصفة. وبعد هيك نزلت قطع الدجاج بعد ما غسلته ونظفته وصفيته كتير منيح. بنحط المطيبات، ورق الغار والقرفة، وراح نحط طبعا مجموعة من البهارات اللي هي أنا حطيت شوي صغيرة من بهارات الدجاج، وهون معلقة كمون مطحون مع سمسم مخلوطة، وهون نص معلقة هيل، وهي معلقة فلفل أسود. راح نقلب هدول مع بعض. هون أنا ما أضفت الملح لسه، راح نخليه لقدام شوي. بنقلب وبعد هيك بنغطي الطنجرة هاي اللي انتو شايفينها بالمصفاة. المصفاية هاي راح تكون مهمتها انه تحبس الحرارة جوا الطنجرة، ومن فوق راح نحط فيها المفتول لحتى نبخره، خليه على البخار. هاي بنسميها التهبيلة، بنهبله. مثل ما شفتوا انا هون حطيت المصفاية على وجه الطنجرة بعد ما اخذت العيار اللي بدي اياه من المرق. وبالنسبة للمفتول، هذا هو المفتول. طبعا بنعمل بالطحين وبالقمح، طحين أبيض وقمح. وهونك نسبة القمح فيه كتير عالية، وهذا اللي خلاني أحبه. برش عليه شوية زيت زيتون زي ما أنتم شايفين، ورشة صغيرة من النعناع الناشف، وبحركهم مع بعض لحتى يعني يمتزجوا مع بعضهم. هون أنا خلطتهم كتير منيح لحتى الحبات كلها تتغلف بالنعناع والزيت. وهلأ شو بدنا نعمل؟ بنروح بنحطه بالمصفاية. قبل ما نحطه بالمصفاية، في عندي هون راس بصل كبير فرمته ناعم، حطيت عليه شوية زيت، وراح أحط عليه فلفل أسود وشوية كمون كمان، وشوية بهارات دجاج برضو حطيت شوية صغيرة، ورشة ملح. وهلأ راح نفركهم مع بعض زي ما انتم عم بتشوفوا. هاي اسمها الدفنة. بنحطها طبقة وسط بالمفتول أثناء ما بدنا احنا نهبله مثل ما رح تشوفوا هلأ. هون راح أحط بالمصفاية اللي شفناها قبل شوي محطوطة فوق الطنجرة اللي عم بسلق فيها الدجاج. حطيت نص الكمية تقريبا من المفتول، طبعا بعد ما دعكته بالزيت والنعناع. وهون راح نحط البصل بالنص. هذا البصل اللي هلأ أنا فركته بالبهارات والزيت مثل ما بتشوفوا، بنفرده. وبنكمل باقي كمية المفتول، بنعملهم يعني طبقتين. بالنسبة لإضافة البصل هون بالنص بيعطي كتير نكهة طيبة بالمفتول لما إحنا بنيجي بنسكب وناكله. هاي العملية اسمها إنه تهبيل المفتول، يعني إنه بتخليه يعني يرجع ينفش شوي على البخار، وياخد من البخار تبع الدجاج والبهارات وريحة البصل اللي رح تكون. شوفوا هون أنا تقريبا بعد 5 دقايق أو أكتر شوي قلبته. بنخليه هيك كل شوي بنقلبه هو على البخار. شوفوا كيف اللي تحت بلش ينفش وياخد من البخار تبع سلق الدجاج. أول شي بيطرى ينفش معانا، تاني شي إنه بياخد من النكهات. هلأ رح أقيم المصفاية أنا على جنب، وأضيف أشوف المرقة عندي، بظبط عيار المرقة أكيد رح تكون نقصت، وبحط الملح لأنه إحنا ما ملحنا إذا انتبهتوا. وبرجع بحط المفتول مرة تانية، وبرضه بخليه كمان تقريبا ربع ساعة بقلبه، يعني حسب المفتول اللي عندك. إذا شفتي خلص نفش وطري بتقيميه، شفتيه لسه ناشف بتخلي بتقلبي. هون جهز عندي المفتول، وهلأ بدنا نشربه. بنحطه بوعاء كبير، يعني مثل طنجرة صينية وسيعة، لأنه بدنا نحط عليه من المرق ونشربه، رح ينفش معانا يعني.
طبعا بالنسبة للحمص، هاي الحمص إضافة ضرورية. أنا لما بكون بس ناقعة حمص ومو سالقته بحطه مع سلق الدجاج، يعني بسلق مع بعضه. لكن أنا هون استخدمت الحمص كان مسلوق، فبس خلطته بالمفتول. وهلأ بنستخدم المرقة زي ما انتم شايفين اللي سلقنا فيها الدجاج. بننزل كمية المرقة اللي حتى تغطي المفتول تقريبا، مثل ما عم بتشوفوا هون. واكيد بنكون شفنا الملح اذا كان مناسب ولا بده زيادة، وبنخليها لحتى المفتول يتشرب معنا. طبعا في ناس بيحبوا حبة المفتول يعني شوي ناشفة مثل الرز، يعني لسه بتنطر، لكن انا بالنسبة لي بحبه هيك مثل ما انتم شايفين، يعني بحبه جوسي، فبخليه جوسي شوي. وهون عندي التقديم، خلاص بنحطه بالطبق اللي بدنا نقدم فيه، وبنحط الدجاج على الوجيل. وفي ناس بيحبوا الدجاج محمر، وقت اللي خلص استوى بعد السلق نقدر نقيمه ونحطه تحت الشواية نحمره، وبعدين نصفه على وجه الطبق اللي بدنا نقدم فيه. بتمنى انكم تجربوا هالأكلة، بصراحة بتستاهل التجربة، وبتقولوا لي شو رأيكم في التعليقات، ويعطيكم ألف عافية.